بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا فيديو جديد هتعلمكم فيه ازاي تقدر تعمل البانوهات بالطريقة اللي انت شفتها دي بأقل التكاليف وبأقل المصاريف، وتقدر انت كفني تعملها بعدة بسيطة خالص. هنا أول حاجة انت بتعملها، انت عايز الأباليك بتاعتك تبقى في المنتصف. هنا احنا البانو بتاعنا هيبقى 60 سنتي، العرض بتاعه 60 سنتي، وهيبقى جواه بانو داخلي. احنا دلوقتي بنعمل البانو الخارجي. هنبتدي نحط منتصف بتاعنا بالظبط في وسط البانو، يبقى 30 سنتي، واخد هنا علام واخد على ال60 علام. هنا انا خدت ال60 سنتي، يعني انا اخد من منتصف البانو اللي هي منتصف الابليك، اخد من هنا 30 ومن هنا 30، يبقى العرض بتاعي 60 بالظبط. وباخد من الحيطة لل60 سنتي، بشوف المسافة ما بينها وما بين العلامة كام. هي هنا كانت عندنا 20 سنتي، وابتدي اخدها لفوق وابتدي اعلم ال20 واشوف السقوط بتاعي هيبقى كام. انا هنا السقوط بتاعي كان 15 سنتي، ببتدي اعلم من الحيطة للجنب 20 من الشمال للعلام، ومن فوق ال 15 سنتي اللي هعملهم سقوط وابتدي اخد علام برضو. انا من تحت كان هيبقى عندي 20، من تحت لفوق 20، وقلنا من الجنب للجنب كانت المسافة 20 سنتي، فأنا أخدت كده من تحت 20 وهاخد من الجنب 20. كده أنا بضمن إن حتى العمود عندي لو معوج العوجة مش هتبان، لأن أنا كده ولا كده أخد على مقياسات مش أخد على ميزان ليزر. دي طريقة سهلة للشغل، حبيت إن أنا أعرفها لكم. دي أسهل طريقة تقدر تاخد بيها العلامات. خدنا الطروف بتاعتنا، وهنبتدي دلوقتي ناخد آخر فرع ليها زيه هناخد فوق. يعني انا باخد العلام وبعد كده بطلع وبقوم اخد من الزاوية كده اللي انا خدتها اللي هي 20 في 20 وبعلم 60 سنتي، وببتدي من تحت هاخد ال20 واعلم ايه عليها. كده انا بيبقى عندي العلامين. كده عملت تحت وفوق العلامات بتاعتي، وبكده اكون خدت العلامات كلها. ابتدي اعمل شرينك العلام اللي هو خيط العلام. ده بيبقى باستك او شرينك علام حسب ما متوفر معاك تقدر تعمله. هنا انا باخد العلامات كلها، بيبقى في واحد بيساعدك بتاخد العلامات كلها. هنا انا باكد على الطول بتاع البانو. انا الطول عندي هنا كان 2 متر و10. طبعا انت المقياسات بتختلف ما بين مكان لمكان حسب احتياجك وحسب شغلك. هنا انا بعرفك المقياسات عشان انت ايه، ما يعني مش ملزم بيها. كل مكان بيختلف مقياسه عن المقياس التاني، لكن انا هنا بحدد لك على اساس ان انت تعرف احنا خدنا مقياسات ايه. هنا انا ببتدي اجهز الشغل كله تحت. انا الطول عندي كان 2 متر و10 والعرض كان 60 سنتي. قطعت كل ال 2 متر و10 اللي هم الاربع اعواد ال 2 متر و10، وقطعت الاربعه اللي هم ال 60 سنتي. هنا دي طريقه قص ال 45. بتجيب زاويه من البانو، بتجيب عود كده وبتحطه في الشمال وفي اليمين وبتاخد علام وتبتدي تقص الزاويه بتاعتك. انا هوريها لك تاني دلوقتي بطريقه مسهله. دي اسهل طريقه تاخد بيها الزاويه ال 45، ولله الحمد هتلاقيه الزاويه معاك مظبوطه، ولله الحمد بدون ادنى ايه مشاكل. هنا انا بحط اهو الزاويه على الزاويه، بسويها من الجنب وبسويها من فوق، وببتدي اخد علام من تحت. على الجنب التاني نفس الكلام، بسويها من الجنب واسويها من فوق، وابتدي اخد علام من تحت. اهم حاجه وانا بقطع ان ايدي تكون مستقيمه. هنا انا علمت كله، وهبتدي اقص كل المقياسات معايا اللي هي الزاويات ال 45 بتاعتي عشان ابتدي في التركيب بتاعي. هنا انا قطعت كل المقاسات بتاعتي وبعمل لك تيست دلوقتي للقصه ال 45. شوف ولله الحمد مش هتلاقي لها اي فرق. دي احسن حاجه تقدر تشتغل بيها واسهل حاجه تقدر تعملها باقل الامكانيات بتاعتك وتطلع لك جودتك زي الفل. هنا انا بستخدم اللزق الامير بالمصلب، ببتدي اشتغل بيه. هنا ده بيوفر عليا المسمار والمعجون وبالوقت كمان، وبيعطيني جودة برضو للشغل. لو الحيطة معوجة، لو الحيطة فيها مشاكل أو كده بيبتدي يمسك معايا. هنا دي ال60 سنتي اهوت، أنا ببتدي أحطها من العلام للعلام وأمشي الخيط عليها مظبوط وابتدي أثبت.
هنا لو نزلت اي نقطة بتمسحها على طول بدري قبل ما ترش المصلب بتاعك، تبتدي ايه تمسحها كده هتطلع معاك على طول. هنا هترش المصلب، يبقى انت كده خلاص عملت التقوية للايه للزق كده، مسك ولله الحمد زي الفل. ودي طريقة فرد الأمير على العود. الطريقة سهلة زي ما انتوا شايفين، بس أنا حبيت أوضحها لكم عشان لو في حد ما اشتغلش قبل كده باللزق يبتدي يعرف ازاي يعملها. اللزق متوفر بأنواع كتير، الجميل فيهم اللي هو التركي، النوع التركي. طبعا هي أنواع كتير وتقدر ان انت ايه تشوفها عند اي موان. سعره تقريبا بيعمل 110 تقريبا، يعني بيختلف من مكان لمكان. هنا انت بتحط اللزق بتاعك وبتبتدي تظبط الزاوية ال 45 بتاعتك من فوق، وتبتدي تنزل العود زي ما انت شايف على الحيطة بالظبط. هنا هوت العود دوت بيبقى عود بانو 4 سنتي، ده الخارجي. الخارجي هنا بيبقى 4 سنتي. انا كده لزقت على الحيطة خلاص، وهبتدي ان انا ارش المصلب بتاعي. طبعا انا بوريها لكم الطريقة اهيت، وبعد كده هختصر لكم عشان الفيديو ما يطولش معاكم زيادة، بس انا بوري لكم كل حاجة كأنها تعليمية. هنا انا بلزق كل الزوايا وزي ما انتم شايفين ببتدي ارش، وبتبقى مظبوطة معايا ولله الحمد بالظبط. ادي ال60 سنتي الاخيرة اللي بنطبقه على البانو دوت بنطبقه على البانو التاني، بنعمله بنفس الطريقة، هيطلع معاك زي الفل. هنا اهوت احنا شغالين اهوت. هنا احنا كده نكون خلصنا البانوهين، هنبتدي نعمل البانوه الداخلي. هنا انا الفرق ما بين البانو والبانو كنت عايزه يبقى 5 سنتي، كان مطلوب مننا مساحة صغيرة. هبتدي اقطع حتة، اقيس مقياس 5 سنتي واقطع حتة مستقيمة ديت كده القطعة ال5 سنتي، وهبتدي اخدها من تحت ومن فوق بالعلام زي ما انتوا شايفين كده. بحطها تحت واخد خط، واحطها مايلة واخد خط. هبينها لك اكتر من فوق عشان تاخد ال4 علامات. ممكن تستبدلها بان انت تاخد 5 سنتي و5 سنتي بالمتر، لكن دي طريقة سهلة وميسرة ليك تظبط لك الدنيا خالص. اهي من تحت اهي، وبعد كده بعدلها وابتدي اخد الطول. بتعمل معايا العلام بتاعي اهي من فوق، وادي من تحت زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وابتدي اخد خيط العلام، واللي عملته في البانو دوت هعمله في البانو دوت. وهبتدي بعد كده اخد المقياسات زي ما انتوا شفتوا قبل كده اهو. باخد المقياس بتاع العود، هو ولله الحمد انت بتاخد مقياس عود واحد سواء طول او سواء عرض، وكله بيبقى واحد. وبتبتدي تشتغل نفس الشغل بتاعك بتاع ونفس العلام بتاع ال45. هنا انا بقطع كل المقياسات مقياس واحد للعمدان، وببتدي بعد كده اخد الزاوية ال45 بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بنفس الطريقة في القطعة بتاعتنا، ونبتدي نقطع الشغل بتاعنا كله بالطريقة اللي انتوا شفتوها قبل كده. ولله الحمد هتطلع البناهات معاكم مظبوطة. ودي كانت طريقة ميسرة للشغل، حبيت ان انا اوضحها لكم عشان لو في اي حد حابب يشتغل. واحنا البانو التاني برضو بنعمله بنفس طريقة البانو الاولاني باللزق برضو والمصلب. يا رب نكون بننفعكم ولو بالقليل، وما تنسوناش من صالح دعائكم، ويا رب نكون بننفعكم ولو بالقليل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.